قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. بيبدأ فيلمنا بمايا ثيرموبليس، بنت خجولة عندها 15 سنة، كانت عايشة مع أمها رسامة في بيت في سان فرانسيسكو. كانت بتتحرج وهي بتتكلم، عشان كده ما بيكونش عندها أصدقاء، علشان كده دايما زميلتها لانا توماس بتتنمر عليها. صديقة مايا المفضلة اسمها ليلي، وكانت شخصياتهم شبه بعض. مايا كانت معجبة بولد اسمه جوش اللي كان مرتبط بلانا، وكانت دايما بتشوفهم مع بعض وكانت بتتخيل نفسها مكان لانا. وفي يوم مايا كانت بتتسابق في مناظرات وجه حظها قصاد جوش بيقدر انه يخلي الفصل يشجعوه بسبب آرائه الجريئة وثقته في نفسه. بس لما جه الدور على مايا ابتدت تتلجلج في الكلام والفصل كله بيضحك عليها. مايا حست بالإهانة وجريت لما لقيت كل الفصل بيضحكوا عليها. بعد المدرسة أمها بتعرفها إنها جدتها جت من جنوفيا لسان فرانسيسكو وكانت عايزة تشوف مايا. مايا ما كانتش عارفة هي ليه عايزة تشوفها فجأة، لأنها قبل كده ما كانتش حتى مهتمة إنها تتصل بيهم. تاني يوم بعد المدرسة بتروح لعنوان جدتها وبتلاقي نفسها قدام قصر كبير. الخدم برحب بيها وبيوصلها وبتنزل كلاريس. مايا بعد كده بتعرف إن جدتها هي ملكة المملكة الأوروبية جونيفيا، وإنها طلبت تقابل مايا علشان تقول لها إن أبوها هو كان ولي عهد جنوفيا، ونتيجة إن أبوها توفى فهي هتبقى ولية العهد. في الأول مايا كانت بتفكر إن جدتها بتهزر، وبعد ما بدأت تفكر في الموضوع اكتشفت إنها أميرة وإنها مسؤولة دلوقتي عن مملكة كاملة، والملكة بتقول لها إنها لازم تنتقل لجنوفيا ولازم تغير من نفسها وتبقى شخصية مختلفة تماما. مايا بتتخض من كمية المعلومات الجديدة اللي عرفتها ورفضت إنها تبقى أميرة وجريت بسرعة. ولما رجعت البيت كانت متعصبة على والدتها لأنها خبت عليهم إن هي من أصل عيلة ملكية، وبتقول لها إنها بعد ما اتطلقت هي وباباها اتفقوا إن هي تعيش معاها علشان هي تعيش حياة طفولية طبيعية، وكانوا ناويين إن هم يقولوا لها لما يوصل سنها 18 سنة. بس دلوقتي بعد ما ابوها مات كان لازم تشيل المسؤولية. تاني يوم امها والملكة بيتكلموا عن موضوع ولاية العهد، والملكة كانت عايزة تقدمها للعالم على انها الاميرة، بس قبلها كانت عايزة انها تدربها ازاي انها تتصرف زي الاميرات. ما كانت ضد الفكرة تماما، بس امها بتقنعها انها تحضر دروس اتيكيت الاميرات وبعد كده انها تقرر اذا كانت عايزة تبقى اميرة ولا لا. ولغاية الوقت ده كانت مايا لازم تخلي الموضوع ده سر لغاية ما يحصل. الملكة بعد كده بتودي مايا مع رئيس الأمن جو وكلفته إن هو ياخد باله منها لحد ما يتم إعلانها كأميرة. كمان جدتها عطت لها عربية هدية وبتاخد ليلي معاها في طريقها للمدرسة. ليلي كانت مبهورة بالعربية، وبعد المدرسة مايا بتروح لورشة تصليح العربيات فإن عربيتها القديمة محتاجة $400 عشان تتصلح. مايكل اللي شغال في ورشة التصليح يبقى أخو ليلي وهو معجب بمايا من فترة، بس مايا ما بتكونش واخدة بالها منه. بعد كده مايا بتروح القصر علشان تبدأ أول درس ليها ازاي إنها تتصرف كأميرة. فالملكة بتنتقد مظهرها وبتقول للمساعدة بتاعتها هي عايزة أول حاجة تغير مظهر مايا، وكمان بتعلم مايا طريقة مشي الأميرات وطريقة عنايتهم بنفسهم. بعدها مايا بتتعلم كل الاتيكيت الملكي من الرقص لطريقة الأكل لطريقة الكلام قدام الجمهور. كل يوم بعد المدرسة بترجع على القصر علشان تاخد دروس الاتيكيت الملكي، وللسبب ده ما بقتش تقضي وقت طويل مع ليلي، وعلشان مايا كانت صديقة ليلي الوحيدة ليلي بتحس بالوحدة. وفي يوم الملكة بتستدعي ستايلس اسمه باولو علشان تغير ستايل مايا. باولو بيمدح مايا على جمالها الطبيعي، وبيبدأ باولو المساعدات بتوعه يشتغلوا على شكل مايا وبيعتنوا ببشرتها ومظهرها علشان يبقى شكلها أحسن. باولو بيكسر نظارة مايا وبقول لها إنها تلبس عدسات عشان يبقى أحسن. بعد ما خلصوا مايا بتظهر وكأنها شخص مختلف تماما. الملكة ذات نفسها بتنبهر بإنه لوك حفيدتها وبتأكد على باولو إنه يخلي الموضوع سري ما بينهم. تاني يوم مايا بتعدي على ليلي وأخوها علشان توصلهم معاها للمدرسة. مايكل أخو ليلي بيشوف إن اللوك بتاعها وبيكون مبهور بجمالها. ليلي ما بتكونش مبسوطة بالتغيير اللي حصل لصاحبتها لأنها شايفة إنها بتتحول لشخصية سيئة، وبتخلي مايا تلبس برنيطة وحشة علشان تداري شعرها، وبيشدوا مع بعض بالكلام لأنها بتحس إن مايا هتسيبها في يوم من الأيام. مايا ما بتكونش عارفة إنها ترد على صاحبتها علشان كده بتقول لها الحقيقة. ليلي بتقتنع بكلامها وبتوافق إنها تخلي الموضوع سر ما بينهم. في الفصل لانا بتتنمر على مايا وبتقول لها إنها لازم تشيل البرنيطة من على راسها، ولما بتشيل البرنيطة وكله بيشوف شعرها بيكونوا مبهورين. تاني يوم مايكل بيدعو مايا إنها تحضر معاه حفلة موسيقية لأنه هو هيعزف فيها،
لأنه هو بيحب الموسيقى جدا وعايزها تشوفه وهو بيعزف. مايا بتوعده إنها تحضر الحفلة بس ما كانتش مهتمة أوي. ولما بتوصل المدرسة بتلاقي الصحفيين محوطينها وبيسألوها عن كونها أميرة والسر بيتعرف. ودلوقتي مايا في مشكلة وكانت مفكرة إن صاحبتها ليلي هي اللي قفشت السر، بس ليلي بتقول لها إن مش هي اللي قالت. ولما الموضوع بيخرج عن السيطرة الملكة بتوصل المدرسة واكتشفوا إن الستايلس باولو هو اللي أفشى السر لأنه عايز يتشير إنه هو الستايلس الخاص بمايا. تاني يوم الملكة عملت حفلة عشاء ملكية وقدمت مايا لأشخاص ملكيين من كل حتة في العالم لحد ما مايا من غير ما تقصد ولعت في كام حد كده من الضيوف وبتحط دراعه في جرد التلج. وكمان اتسببت إن واحد من الخدم بيتكعبل وبيقع على الأرض وبوقع الفاكهة على الضيوف. الملكة بتحط ايدها على راسها ومش مصدقة اللي بيحصل، بس الضيوف بيكونوا بيضحكوا. في درس الاتيكيت اللي بعده على عكس توقعات مايا الملكة ما كانتش زعلانة من مايا، بل بالعكس كنسلت كل اجتماعاتها علشان تقضي اليوم معاها وبروحوا لمنطقة ألعاب سوا وبيقضوا وقت لطيف. الملكة بتلعب معاها كل ألعاب مايا المفضلة وبيتصوروا مع بعض وبتشاركها في الأكل. وهم مروحين للبيت مايا هي اللي بتسوق العربية وهي سايقة العربية الفرامل بتتعطل والعربية بتتخبط في وسيلة المواصلات العامة اللي كان مليان ناس والبوليس كان هيقبض على مايا، بس الملكة استخدمت مهاراتها الكلامية وأقنعت الضابط إنه يسيبهم يمشوا وكمان طلب لهم عربية سواق وبوليس علشان توصلهم لبيتهم. مايا كانت مبهورة بكلام جدتها وبتقول لها إنها أفضل ملكة. ولما مايا بتروح المدرسة تاني يوم الأطفال بيكونوا محاوطينها وبيكونوا طالبين منها إنها تمضي لهم. مايا ما كانتش متعودة إن حد يعرفها، بس دلوقتي كل المدرسة بيتكلموا عنها، حتى لنا بتتظاهر قدام واحدة من الصحفيات إنها صاحبتها جدا. بوش الولد اللي هي معجبة بيه بيدعوها إنها تخرج معاه بحفلة على الشاطئ وما بتوافق، علشان كده بتروح لمايكل وبتعتذر منه إنها مش هتحضر الحفلة الموسيقية. مايكل بيتجرح لأنها سابته علشان تخرج مع جوش. بالليل أمها بتلفت انتباهها إن جوش عمره ما حبها إلا لما عرف إنها أميرة، بس مايا بتتجاهل كلامها. حفلة الشاطئ بتكون ماشية تمام أول كام ساعة لحد ما الصحفيين بيقتحموا الحفلة وهم بيدوروا على مايا وبتستخبى هي وجوش في كوخ صغير. جوش بيحاول يقرب لها بس هي بعدت عنه لما حست إن في حاجة مش مظبوطة. ولما طلعوا برا الكوخ جوش بيبوسها غصب عنها علشان الكاميرات والأخبار تتكلم عنه. بعدها لنا وصاحبتها ضحكوا على مايا وخلوها تغير هدومها بخيمة. بعدها بيندهوا للصحفيين ولما بتطلع بتبقى مغطية جسمها بفوطة بس علشان يكتبوا عنها عناوين تفرقع في الجرايد تاني يوم. بعد ما رجعت البيت ما بتفضل تعيط على دراع أمها، وتاني يوم الجرايد بتنشر عناوين مبالغ فيها والملكة لما بتشوف كده بتتضايق. ما بتعتذر لها عن اللي حصل وبتعترف لها انها مش مناسبة انها تكون أميرة، والملكة بتدعوها للحفلة اللي هي عملتها وبتقول لها انها تجيب صحابها اللي هي عايزاهم ما عدا جوش. بعد ما مايا مشيت جو بيقول للملكة قبل مايا تكون أميرة هي بنت مراهقة وكمان حفيدتها قبل كل شيء. الاتنين بيتفقوا ان مايا هتكون جاهزة انها تشيل مسؤولية بلادهم، خاصة بعد ما شافوا ردة فعلها عن النقد وإنها تصرفت بشكل مناسب بعد ما سمعته. في المدرسة مايا بتعتذر لليلي وبتقول لها صحيح أنا كنت متغيرة اليومين اللي فاتوا، والاتنين بيتصالحوا وقرروا إن هم يروحوا الحفلة مع بعض. وبعدها في حصة التربية الرياضية جوش بيبدأ يتريق على مايا، عشان كده مايا ضربته بالكورة وكسبت ماتش البيسبول علشان تعلمه الدرس. وبالليل مايكل بيروح لها البيت علشان يوصلها العربية من ورشة تصليح العربيات، ومايا بتعتذر له انها ما حضرتش الحفلة الموسيقية بتاعته وبتدعوه انه يحضر معاها الحفلة. مايكل كان لسه مجروح ورفض دعوتها وبقول لها جوش هيكون اختيار احسن منه لو هو اللي حضر الحفلة دي، لان البدلة والفيونكة هيليقوا عليه اكتر. مايا وصاحبتها بيكونوا مع بعض في وقت الغداء ولانا والشلة بيبدأوا يتريقوا عليهم، فمايا زهقت من تنمر لانا وبدأت تبوظ لها لبسها بالايس كريم وبتحرجها قدام كل زمايلها. الملكة بتعتذر لمايا على انها كانت جافة في تعاملها معاها وبتطلب منها انها تجهز خطاب علشان هتقوله في الحفلة وتعلن قدام الناس انها كأميرة، وبتدي لمايا كتاب فيه مذكرات لأبوها كان عايز يديها لها في عيد ميلادها ال16. بعد ما مشيت مايا بتقرر انها تروح لكولورادو. مايا كانت خايفة انها ما تعرفش تتكلم في الحفلة فتحرج الملكة والناس يتريقوا عليها. بعد ما بتجهز شنطتها وتستعد للسفر لكولورادو قرأت خطاب كان ابوها سايبه لها، وفي الخطاب كان بيشرح لها أهمية الشجاعة والملوك للأمراء وبيعرفها إن هو بيحبها هي وأمها قوي. كلمة أبوها بتلمسها علشان كده بتغير رأيها وبتقرر إنها تروح الحفلة علشان قالت لكل الناس إنها تحضر الحفلة بنفسها. ساقت عربيتها بنفسها في المطر وللأسف العربية بتتعطل في الطريق. في نفس الوقت ده مايكل بتوصل له بيتزا مكتوب عليها
مايكل بيفهم إن مايا هي اللي بعتها له وإنها بتبذل مجهود علشان تصلح تجاهلها ليه، علشان كده بقرر إنه هو يروح يحضر الحفلة معاها. مايا كانت قاعدة في العربية العطلانة ومقربة تعيط، ولكن جو بيجيلها بالعربية بتاعته وبيوصلها للحفلة. ولما مايا بتتأخر عن الحفلة وقت طويل، الملكة بتبدأ خطابها، وفي نص الخطاب مايا بتوصل وكانت جاهزة إنها تبدأ كلمتها، وعلشان كده الملكة بتسيب لها المنصة علشان تقول كلمتها. وفي الأول مايا بتتلجلج وهي بتتكلم زي ما بيحصل على طول، بس بعد كده بتفتكر كلام أبوها عن الشجاعة وبدأت تتمالك نفسها وبتقول كلام مؤثر للجمهور. وفي آخر كلمتها بتعلن نفسها أميرة جنوفيا وكل الضيوف بيسقفوا لها. بعد كده الملكة بتلبسها تاج الأميرة، وبعدها بتغير هدومها وبتلبس فستان جميل وبتدأت ترقص مع مايكل. وبعد كده هما الاتنين بيطلعوا لحديقة القصر ومايكل بيعترف لها بحبه. وفي المشهد اللي بعد كده مايا بتكون في طريقها لجنوفيا علشان تبتدي تتولى منصبها كأميرة جنوفيا، هما كمان بتسافر معاها. ومايكل وليلي بدأوا يزوروها في أجازة الصيف. وفي آخر الفيلم بنشوف القصر الضخم للعيلة الملكية وبيخلص الفيلم على كده. تفتكر إن الظروف ممكن تغير شخصية الإنسان؟ عشان كده قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.